والله العظيم الواحد نسي الضحكه دي. نسيها والله، نسيها. بس اللي شفته النهارده والماتشات اللي فاتت كلها، الاربع ماتشات الاخر للنادي الاهلي، دي بندل على شيء واحد بس، ان احنا بقينا فينا ناس ما عندهاش ضمير، ناس نسيت ربنا، ناس بتخاف من النادي الاهلي، سواء اعلاميين، سواء حكام، سواء معلقين رياضيين، سواء ناس مسؤوله بيخافوا من النادي الاهلي ما بيخافوش من ربنا. سبحانك يا رب. النهارده كريم بامبو، كريم بامبو، انت اللي غلطان يا كريم. كان لازم تحطها بايدك يا جدع انت وعشان الشك اللي حصل ده كله، ما تجيبها بايدك يا اخي، بتجيبها بدماغك ليه؟ كده كده يا كريم حطيت الفار في موقف محرج، مع ان الفار بعد الماتش نزل يحتفل مع الجماهير. مين؟ الناس اللي في الفار نزلوا يحتفلوا مع الجماهير. ما لازم ينزلوا يحتفلوا مع الجماهير يعني. عادي يعني، خدنا خدمه العمر يا اخي. خدنا قبلها ماتش سيراميكا، تقول لي كسبت اربعه بس في ضربه جزاء، مش ضربه جزاء غير نتيجه الماتش. معقول اصلا ما في ضربه جزاء غير ضربه جزاء بتغير نتيجه الماتش؟ اه طبعا. مع النادي الاهلي بس تكون متعادل او مغلوب. واللي قبلها بقى ان شاء الله اللي قبلها ضربه جزاء وليد الكارت ما اتحسبتش. يا معقول؟ اه والله. طب واللي قبلها اللي قبلها ضربتين جزاء، ضربه جزاء لحسين الشحات اتحسبت، وضربه جزاء لمهند لاشين ما اتحسبتش. معقوله يا اسامه؟ اه والله معقوله. طب ازاي يا جدع انت في دوري عندكم كده؟ اه والله الدوري عندنا كده. يعني انت عندكم بقى كده منتخب جامد وقطاعات منتخبات الناشئين جامده وبتاخدوا كل البطولات وكده. لا يا حبيبي ما بيعملش كده. ازاي؟ ازاي انتوا عندكم النادي الاهلي يعني؟ اه والله العظيم النادي الاهلي بس هو اللي بياخد الحاجات دي كلها. يعني بتلعب في منتخب افريقيا بتكشف وحش قوي. طب لعبت في العالميه باخد ثلاثه ولا اربعه. معقوله؟ اه لسه اخد اربعه من كرواتيا. ازاي يعني وانت عندك النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي بس اللي بيكسب الحاجات دي؟ النادي الاهلي يملك حاجات مقاومات كبيره جدا تعرف تاخد البطوله بيها. يعني هتعرف ان النادي الاهلي واخد 12 بونت الاخر دولت كده. والاعلاميين بقى انجاز تاريخي. كولر ضرب مانويل جوزيه في الارقام بتاعته. هو مانويل جوزيه اصلا الارقام بتاعته لما طلع بره النادي الاهلي ما بقاش عنده ارقام. معقوله؟ اه معقوله يا اسس والله. يعني كولر فاضي؟ كولر ما عندوش فكره والله. بيكسب بامكانيات اللعيبه وبالفار وبيكسب باخطاء الخصم. ما عندوش فكره اقسم بالله. والله العظيم ما عنده فكره كولر ده. هو مش هيطلع من الاهلي برضه زي موسيماني وزي مانويل جوزيه؟ يبقى وريني بقى هيجيب الرقم القياسي ده. اقول لك على حاجه، اقسم بالله ده كولر ومانويل جوزيه وموسيماني ما حققوش الرقم القياسي ده في التمرين. اه والله في التمرين. مش هيبقى لما يروح دوري تاني، لا ده في التمرين ما حققوش. طب والحل يا اسس؟ الحل شفتوا الناس في الاولمبياد عاملين ازاي؟ واحده رايحه حامل عشان تاخد الجنسيه، مش مهم مصر يعني. واحده نازله وزنها زايد يا راجل. اه والله في الاولمبياد. هي دي الرياضه في مصر اصلا عندكم؟ اه لا دي الرياضه يا جدع. انت عندكم النادي الاهلي. ازاي تبقى الرياضه كده؟ المفروض تاخدوا كل بطولات افريقيا ولعبه المحترف في كل انديه العالم، وتكسبوا في وصول كاس عالم، وتكسبوا وتعملوا عندكم النادي الاهلي. اه والله ده حتى القائم الرئيسي بتاع منتخب مصر من النادي الاهلي. معقوله؟ اه والله معقوله. وما بتكسبش برضه؟ والله ما بكسب. امال ازاي يا جدع انت النادي الاهلي بيكسب؟ ما انا بقول لك اهو يا عم. خد 12 بونت، طلعوه بقى الاعلام كله، كله الناس المحترمه في الاعلام، والناس اللي محسوبه في الاعلام هم مش اعلاميين، اعلاميين تحت السلم يعني، والناس اللي ما لهمش في الاعلام خالص، وناس ما عندهمش نخوه، وناس اللي مش رجاله في بيوتهم كتير، عد كتير كده. الرقم القياسي النادي الاهلي على بعد خطوتين من الدوري. كولر يفجر مفاجاه، وسام بالعالي هداف الدوري، احسن لعيب كل ماتش. هينسوا كل الحاجه دي كلها وهيفكروك بالحاجات دي وهيودوك في الاتجاه ده. طب بالنسبه للمسابقات، مسابقات يا عم الحاج مفيش حاجه اسمها مسابقات. يعني الدوري الجاي امتى؟ والله ما نعرف. طب الحاج عامل فين؟ والله لسه ما نعرفش. لسه ما راحش، هو هيصيف وفي المصيف هيحدد. معقول؟ لا والله في المصيف. يعني بيروح يعمل اجتماعات لا في المصيف لما يصيف عشان يزعجوا بقى. لما يصيف ان شاء الله هيبقى لنا ان شاء الله الجدول الدوري الجديد امتى. طب بالنسبه للعيبه اللي بتخسر دي، المدربين اللي بيخسروا والنادي اللي بيخسر، يعني مثلا نادي البنك الاهلي النهارده عمل ماتش كويس، وطارق مصطفى عمل معسكر وميت في التمرين والمدربين ميتين في التمرين، والنقطه دي كان ممكن تنزلهم. يعني ممكن 3 بونت اللي راحوا منهم النهارده دولت افريقيا كان نزلهم درجه ثانيه. ايه السعاده اللي انتوا فيها والفرحه اللي انتوا فيها دي يعني؟ لما ضيعوا مجهود ناس ومجهود نادي صرفوا 300 400 مليون وهينزل درجه ثانيه. ايه السعاده اللي انتوا فيها دي؟ ايه الرياضه اللي انتوا فيها دي؟ وبرده كلمته الشيبي، نسيت موضوع الشيبي صحيح. الشيبي ده لعيب مفتري، ده لعيب ويجيبوا له السي في بتاعه من زمان. ده لعيب ده لعيب ده لعيب ده لعيب. ولا كن في حاجه حصلت له، ولا كنك هتخسر في دولتين كانوا يخسروا بعض بسبب كده، بسبب الموضوع ده، عشان لجنه المسابقات ما خدتش قرار وطبقت اللائحه صح. حصل كده. وهل تعلم ان النادي الاهلي
لما يروح المغرب، هل انت ضامن ان ما يحصلش حاجه معاه في المغرب بسبب الماتش ده؟ لا طبعا، ممكن يحصل معاه حاجات كتير جدا. انا واحد مش هرضاها طبعا، ده نادي مصري، ما ماليش دعوه بيمثل مصر من الكلام ده. مصر تمثل نفسها، النادي الاهلي يمثل نفسه. انما لعيب مصري او حد او نادي مصري يصلح حاجه في اي بلد، ده انا اقوم عليه واقوم على اي حد. دي طبيعتي، بفصل هنا بقى بين الاهلي والزمالك بقى. لا ده مصري. نفس الكلام، ده لعيب مغربي اتضرب وتهزى واتهان بالقلم واتضرب واتشتم وتسب الدين لاهله يعني. فالنتيجه بتاعته دي لما تيجي تروح المغرب هتعرف بقى، وهتقابل كده كده النادي الاهلي هيقابل انديه مغربيه، لان الكره المغربيه سبقتنا ب 7000 سنه حضاره. ايه؟ ب 7000 سنه حضاره. اه والله، في كل حاجه بقى، في الاعلام وفي التحكيم وفي الملاعب والتشجيع والجدول وكل حاجه واللعيبه والاحتراف وكل حاجه ثابت. فطبيعي النادي الاهلي كده كده هيقابلها. اتمنى ما يبقاش في مشكله، اتمنى يعني، اتمنى بقى الفتره الجايه. بتقول وصوص، اتمنى يا جدع، انت بقى احترم نفسك بقى. مش حاجه اسمها اتمنى بقى. اقعد بقى اتفرج بقى، ما توجعش دماغك. ما قلنا لك كريم بامبو الغلطان، كان حطها بايده يا جدع انت. اه والله كان حطها بايده كنا خلصنا. انت كريم بامبو برضه حاجه تقرف بصراحه يعني. يا جدع ما الكوره جايه جنب ايدك وتحطها بايدك يا جدع انت. ورامي ربيعه كلام سيره الاخفاء. ايه؟ كلام سيره الاخفاء. نسي يقول له البرلم، فالفار ما شافوش. لو كان اللي جنب رامي ربيعه قال له البرلم كان اختفى. لو ما اختفاش نسي يقول له البرلم، فعشان كده الفار قال لك رامي ربيعه مش مشترك، ما شفناهوش. طب يا جماعه النتيجه ايه؟ مفيش نتيجه، خلاص اتحسبت. الحرقان والتعب بيعمل اكتر من كده والله العظيم. اه والله يعني الحرقان والغل والحقد وكده بيعمل اكتر من كده. تعبانين قوي من ان الاهلي خلاص هياخد الدوري، عايزين يشوهوا الصوره دي باي طريقه. يعني زعلانين قوي من الهدف اللي اتحسب اوفسايد ده. يعني كل الدنيا قالت اوفسايد، لكن ما زعلوش لما ما اتحسبلكش ضربه جزاء بتاعت ايمن اشرف في المباراه الاولى. لا، ما حدش اتكلم عليها. ما حدش اتكلم ان ضربه الجزاء ديت اللي ما اتحسبتش غيرت مجرى المباراه. لا لا لا، هو الاهلي بس. منتهى الغباوه، منتهى الغباوه والله. وبعدين الاهلي والمنتخب، انا مالي ومال المنتخب؟ هو الاهلي هو المنتخب؟ خلي الاهلي كله بقى منتخب، وحط مدرب المنتخب شيله وحط لي المدرب بتاع الاهلي. انا مالي؟ ما يمكن العيب في التدعيمات بتاعت المنتخب، ما يمكن العيب في المدرب بتاع المنتخب. الاهلي بره مصر بيعمل ايه؟ بياخد البطوله الافريقيه، بيلعب في كاس العالم للانديه وبيأدي احسن اداء وبيشرف بلدك. انت بتطلع حصاله. الاهلي بيلعب بره زي جوه. انت اساسا المشكله فيك انت، المشكله فيه. وبعدين يعني الشيبي ده يقرب لكم ايه؟ ابن عمكم مثلا؟ ابن اختك؟ ما انا مش فاهم. انت محسسنا كده ان الشيبي ده يقرب للزملكاويه، وبعدين انت عايز تولع حريقه بين مصر والمغرب يعني. لا انسى، ده هم في المغرب هناك بيقولوا عليه قليل ادب. يعني هم هناك بيقولوا عليه قليل ادب. وانجازات الاهلي، انجازات الاهلي، انجازات. ده عايزين ما يحسبوش المباراه بتاعت الانسحاب، يقول لك لا دي اعتباريه ما تتحسبش. يعتبر كده ان هو وصل للرقم بتاع جوزيه، لكن هو ما حققش ال 18 انتصار متتالي. لا تحقق. انت انسحبت ليه يا منسحب يا كذاب؟ انتوا مش هتبطلوا غل وحقد وكره بقى وتنضفوا. انضفوا من اللي انتوا فيه. احنا نسينا نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. استنونا في الحلقه بتاعت بالليل، وبدايل علي معلول وبقيه الصفقات وعمر الساعي وحلقه نار. استنوها بالليل. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.